الليلة ليلة مختلفة، روائع الموجي كموسيقار كفنان، كيف تشوف هذا الاحتفاء بالموسيقى العربية بروائع الموسيقى العربية؟ ليك هالاحتفال انتصار للموسيقى، للفن الحلو، لعبقري من بلادنا، من مصر حبيبة قلبنا. والمكرم والمكرم هن اليوم عاملين يعني في جمعة حلوة. في هذا دليل انه الفن مش مرتبط بحياة وموت. الفن بكمل، يعني صحيح. شو ما تكون وجودك بالحياة أو مش موجود بالحياة، هو شو عملت وشو تركت. هذا أكبر دليل. تخيل نحن موجودين بهالجمعة الرائعة كرمال روح إنسان عطت كتير وبعده هالأعمال عايش. يعني الموت ما بيغيب الإبداع أبدا. صحيح. كيف تشوف اليوم كموسيقي هذا العمل الضخم، تجديد الأعمال؟ نعرف أنه الفرقة الموجودة اليوم، الأوركسترا الحاضرة اليوم بقيادة المايسترو وليد فايد، في أكثر من 130 صح. عازف، أغاني أصيلة وعريقة حفظناها وانحفرت في قلوبنا، اليوم نسمعها بهذا التجديد، بهذا الحجم، بهذا الكم الكبير جدا من العازفين ومن الأوركسترا الحاضرة اللي تبهج الحضور أكيد والمتابعين خلف الشاشات. لك لا شك أول شيء مع حفظ الألقاب وليد فايد مرجع بهالموضوع. مصر بالموسيقى، مصر مثل ما بيقولوا الشعب المصري ولادة للفن وللجمال. وبتعرفوا اجت الرعاية الصح من الناس الصح، معالي المستشار واستاذ زكي والكل القائمين بهالبلد على هالجمال اللي عم بيصير، على هالتقدير للفن اللي عم بيصير. يمكن اجتمعت الموهبة لوحدها ما بتكفي، التقدير مهم كتير للموهبة لتكمل. فبتخيل الليلة إذا بدك سبحان الله في تكامل رائع 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 بكل شيء، من موسيقى، من حضور، من ناس، من كل شيء. شكرا جزيلا لك. شكرا اكيد شكرا. مكملين تغطيتنا، نبغى نشوف الضيوف الواصلين على الريد كاربت واللي داخلين على مسرح ابو بكر.